السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبابا الكورة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. أخبارنا النهاردة العالمية والمحلية، بعض الأخبار كده هو على الساحة الرياضية. أول خبر عندنا طبعا أنتوا عارفين هدف القندوسي مع الأهلي في فاركو امبارح، الهدف اللي أثار جدل كبير. هدف القندوسي صحيح 100%، والدليل هدف توتنهام النهارده. توتنهام كان بيلعب مع بورنموث في الدوري الانجليزي، بورنموث فاز على توتنهام 3-2. هدف طبق الاصل من هدف القندوسي لتوتنهام اتحسب النهارده. هاري كين كان متسلل، ولكن الدوري الانجليزي اوروبا لحجب رؤيه، تسلل مالناش دعوه بيه خالص. الهدف من الكوره متشاطه من على خط 18، هدف اتحسب. هدف الاهلي ما اتحسبش. هل هي قوانين؟ الله اعلم. عدى الخبر الثاني، منع جمهور الاهلي طبعا من الحضور مباراتين، او وقف جمهور الاهلي مباراتين عن حضور النادي الاهلي. بسبب ايه؟ بسبب سب وشتيمه شيكابالا. بعض من جماهير الاهلي اللي حضروا مباراه الاهلي وفاركو كان بيشتموا شيكابالا، فلجنه المسابقات قررت وقف مباراتين. مين هم هل الجماهير الاهلي كلها باكملها؟ لا، الجماهير اللي حضرت المباراه دي بس، ان كانوا 1000 2900 اقل اكتر، كل واحد معاه الفان اي دي هيتوقف مباراتين. سموحه وبنسبه كبيره مباراه الرجاء. طبعا الرجاء في افريقيا ودي في الدوري، ولكن شركه واحده ماسكه الاثنين، اللي هي شركه تذكرتي. فوقف لجماهير الاهلي اللي يحملوا الفان اي دي فقط لا غير، وقفوا مباراتين. طبعا انتوا عارفين احداث السودان، وان حكم سوداني هيحكم مباراه الاهلي والرجاء. في احتمال كبير ان طاقم الحكم السوداني هيتغير بسبب هذه الاحداث، فما نعرفش لسه اللي يحصل. لكن طاقم حكام الاهلي والزمالك في السوبر اللي هيقام في الامارات رسمي، طاقم حكام اوروبي، واستبعاد طاقم الحكام المصريين. وتم طرح التذاكر 30,000 متفرج، 15 لنادي الاهلي و15 لنادي الزمالك. امبارح الاهلي يتوج بطلا لكاس مصر لكرة اليد للمرة 10 في تاريخه. قبلها كان الدور قبل النهائي فاز على الزمالك 27-25، لكن امبارح اكتسح سبورتنج في النهائي 32-22. وطبعا الاهلي جمع ما بين الاثنين، الدوري والكاس في اليد. مبروك لنادي الاهلي. وعندنا خبر تاني في الدوري الانجليزي، وهالاند يعادل رقم محمد صلاح في الدوري الانجليزي كاكبر او اكتر لاعب يحرز اهداف في الدوري الانجليزي في نسخته اللي احنا فيها، نسخته الجديده من 92 لحد الان، ب 32 هدف. هالاند النهارده جاب هدفين بفوز سيتي على ليستر سيتي 3-1. ومحمد صلاح طبعا كان 2017 2018 كان جايب 32 هدف كاكتر لاعب يسجل في نسخته الجديده، 32 هدف. وكمان يعني عنده 8 مباريات لسه. هالاند ممكن يحطم رقم الان شيران واند كول، بس دول كانوا بيلعبوا ايه؟ جابوا 34 هدف في سنه واحده، ايام ما كان الدوري الانجليزي من 22 فريق بس. طبعا انتوا عارفين السيتي فوزه ده قرب جدا من ارسنال، 70 نقطه سيتي 73 ارسنال، كل واحد فيهم 30 مباراه السيتي وارسنال. الدوري الانجليزي هي الدوري، اللي يفوز هياخد الدوري. اتمنى ان تكونوا سعدتوا بهذه الحلقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.